يو ايه ده؟ فاضي جدا. في اللي فوق صغير. مش ده موضوعنا. من يومين طلبت منكم تبعتولي صور عشان هنعمل ايه؟ فوتوشوب. جمال عايز اشيل ابو تيشيرت اخضر ده. انا طهقت حرام عليكم ادوني حاجه جديده. ما انا شلت كتير. انا شايل كتير والله العظيم وما قادر وحد بيشيل عني. فيعني هتقولي شيل بس قولها لي بطريقه يبقى فيها لحمه بقى، يبقى فيها حاجه كده. نفرش ونعمل حاجه واعرف ارخم عليك بقلبي. ادي يا سيدي الراجل ابو اخضر ده. نجيب كده لا مؤاخذه نحط كده. حد يبقى شايل اهو. ونمركبين ده هنا بس يا باشا. بس اهو انت شايله اهو. شلته. مبسوط انت كده؟ فرحان؟ رد عليا فرحان لما بقيت تعامل كده. كان نفسي اتصور الصوره دي وانا قاعد فوق العرض بس ما عرفتش اطلع ساعتها. صاحبي طبعا موجود عشان اشبك لك. خدت بصيت على البروفايل عندك لقيت اليوم اللي انت اتصورت فيه ده عشان اجيب الطقم بتاعك، نفس البنطلون الجزمه اللي كنت لابسها. تجيب بقى ايه حد برضو كده نفس البوزيشن اللي انت كنت هتبقى فيه. تقول لي ايه اهم حاجه عندك يا حازم؟ اقول لك تقفيل الشغل. نقوم بس ايه مظبطين البنطلون عليه بالبابت تول وهنعمل كده الجزمه تمام. ما تشكرنيش يا عم، اي خدمه. تشكرنيش مش يعني العفو. واللي بعده اني بعده. لا ارجوك. شروق بتقول لي ده اخويا والصوره دي من عيد ميلاده بالواو مش بليه عادي. طبعا ماسك رقم 2 بالغلط. صعبة بس انا عندي حاجة اسهل ان انا شقلبها، وفي الانعكاسات دي وفي الحاجات دي هتبقى رخمة. فمبدئيا انت بتصشر يا معلم وده غلط، ده بيوقع الشعر. خد بالك، قول لاخوك ان ده بيوقع الشعر ياخد باله. على ايده كده زي ما هي فتبقى 50 بس كده. يعني كل سنة وانت طيب. انا بخفي الحرمة اللي ورا. عندي حل سحري عشان نخفي الحرمة اللي ورا. سحر الفوتوشوب. بص الصورة قدامنا ايه؟ ها يلا 1 2. انا بقى خطير ده. عبد الرحمن جالي في حتة انا بحبها جدا. انا اللي عايز البس الكرافتة. انا هخش اجيب لك كرافتة حمراء بباترن كده نقشة حاجة شياكة. نروح زقطينها كده اهي يا باشا اهي. بعد كده لازم تحدد، لازم تقول عايز البس على البدله بتاعتي كرافتة حمراء او بدلتي ناقصه كرافتة حمراء وده كان فرح فلان عشان كده انا زعلان ان انا ما لحقتش اتصور بيها. فاهم؟ هنا بقى تزنقني ونطلع حاجه، لكن كده جايلي ملط تطلع ملط. سلمى حماده بتقول عايزه الاهرامات تبقى جنبي بدل اللونج ديستنس ده. من عيني بجد اهي. فعلا الاهرامات بعيده قوي فممكن نخش نجيب صوره اهرامات نحطها هنا. نظبط بس حاجه اوب. اظن مفيش اقرب من كده صح؟ انا قلت كتير. معلش انا اسف ان انا بهجم فجاه من غير شنب بس اعذرني. انا نبهت كذا مره احذر مما تتمناه. ما تنساش. طيب بعيدا عن الكارثه اللغويه اللي مبعوثه، خلي صاحبي يبص للكاميرا مش ليا. انت تمام؟ في سبب مخليه ما يقدرش يبص للكاميرا. هيبص للكاميرا ليه؟ ما هو مش قادر يثق فيك يا صاحبي. بص انت بتعمل ايه؟ بص حركاتك دي. فاحنا محتاجين مبدئيا نظبط هنا ده كده. نلف راسك ايوه الناحيه التانيه خالص اهي. يا ريت تخلي لون ايدي ومناخيري متناسقين مع لون جسمي. انا عارف الماركه دي في السخنه دي. هنروح عاملين كده. طبعا انت ايه فاكرني هعمل كله احمر؟ لا يا حبيبي. صباح التناسق يا ابو عمو حبيبي. ايه بتقول لي يا ملك فوتوشوب شيل الفوطه دي من غير ما تعمل كروب. ماشي قفلتها لي انت كده. بس هنرميها على الارض. شيل الراجل اللي ورايا ده وحاول تشيل المبنى وتحط لي قمر كبير ورايا في الخلفيه وظبط لي الاضاءه. انت لو تعرف القمر لما يقرب ويبقى بالحجم اللي انت عايزه ده هيحصل ايه في الكوكب ما كنتش طلبت طلب زي ده. انت عارف القمر بيأثر في المد والجزر. فانت بيقول لك بقى انه
لو هو بالحجم ده تقريبا في جزر هتغرق. احتمال يزيد بنسبة كبيرة الزلازل والبراكين، ما هو بقى بيأثر في مجال الطاقة نفسه. لو انت فكرت بس ثانية يا ترى ايه اللي ممكن يحصل في حاجة زي دي، ما كنتش طلبت طلب زي ده. بس اقول لك حاجة هعملها لك. ايه النظام؟ تمام كده ولا ايه؟ ولا اقرب اكتر؟ اقرب اهوك، اقرب عادي. خلي حازم يكبر في السن تاني. ما خلاص بقى انتوا ايه بقى، ما تعبنا من موضوع الشنب ده. ما خلاص بقى سيبونا بقى وارحمونا بقى. في ايه بقى؟ والله العظيم انا تعبت. ما كانش الشنب، ما هو هيطلع تاني. ما هو خلاص، اصل حرام عليكم. عاوز اشيل اللي لابس بنطلون اسود عشان لعب حجز كوره من غيري، برضه عايز اشيل. بس هنا في سبب يخليني اشيل بنفس. ياما زعلنا ناس عشان راحت لعبت من ورانا وما قالوش ان في حجز كوره. بس يا ريس مبدئيا كده احنا نفصل انت عنه، كل واحد لوحده كده، وانت تيجي بره الصوره خالص. انا عارف انت عايزه هو اللي بره، بس معلش ترجع لي انت كده وبعزم ما فيك. طيب انا هسيب لكم الطلب ده والصوره دي. ايه ده؟ لا العكس، سيب يعني دول، هسيب دول. انتوا بقى قولوا لي اعمل فيها ايه، عشان انتوا عمالين بقى متوقع. خلاص عارفين مش عارفين، وروني اللي مش متوقعه حاجه اهي، وروني نعمل فيها ايه. طيب بص بقى تحت كده في زرار عامل كده، دوس عليه. في زرار تاني مكتوب عليه سبسكرايب، هتدوس عليه. احنا كده تمام خلاص اتفقنا. تروح على انستجرام تعمل فولو، عشان لما اسال حاجه بعدها بيومين هصور حاجه، فاحنا بقينا فاهمين بعض.